دايماً سيئة. أنا مهندسة معمارية، عندي شركة استشارات، الناس يحترموني، لكن بعد الطلاق حياتي بقت فاضية. 37 سنة وعايشة في شقة فخمة لوحدي. الكهرباء في الشقة عملت مشكلة. اتصلت بكهربائي، جه شاب في ال30 وسيم عنده ابتسامة حلوة. شاف الأسلاك القديمة وقال دي محتاجة تتغير كلها، بس أنا هنور البيت. ومن ساعتها حياتي اتقلبت، واللي حصل محدش كان يتوقعه. أنا كنت متجوزة 12 سنة، جوزي كان مهندس زيي، اشتغلنا مع بعض، بنينا الشركة مع بعض، بس مع الوقت بقينا شركاء في الشغل بس مش في الحياة. كل واحد عايش في عالم، هو مشغول بالمشاريع وأنا مشغولة بالتصميمات. لما نرجع البيت نتكلم عن الشغل بس، مفيش حب، مفيش حنية، مفيش حتى لمسة. بعد 10 سنين اكتشفت إنه كان بيخوني مع واحدة من الموظفات، بنت صغيرة عندها 25 سنة. قلت له خلاص أنا عايزة الطلاق. حاول يمنعني، قال إحنا بنينا حاجة كبيرة مع بعض، ما تسيبيش كل ده يضيع. قلت له أنا مش هسيب حاجة، أنا هاخد نصي وأمشي، أنا مش محتاجاك. بعد الطلاق أخدت نصي من الشركة، اشتريت شقة في برج فخم 150 متر إطلالة على النيل، فرشتها بأحسن حاجة، كل حاجة فيها تمام، بس أنا كنت مش تمام. كنت لوحدي، كنت بشتغل طول النهار، أرجع الشقة بالليل أقعد قدام التلفزيون أنام وأصحى تاني على نفس الروتين. الناس كانوا بيقولوا انتي ست ناجحة، مستقلة، عندك فلوس، عايشة في شقة فخمة، ايه اللي ناقصك؟ كانوا مش فاهمين ان اللي ناقصني هو حد يحس بيا، حد يسألني انتي عاملة ايه، حد يقولي انتي جميلة، حد يلمسني ويخليني أحس إني ست مش مجرد مهندسة ناجحة. الخميس ده كنت في الشقة بشتغل على لابتوب، فجأة الكهرباء قطعت، كل الشقة ضلمة. حاولت أشغل الكهرباء تاني من اللوحة بس مفيش فايدة، في حاجة اتحرقت. سألت الجيران في كهربائي كويس، واحدة جارتي قالت لي في واحد اسمه أحمد شغله ممتاز وأسعاره كويسة. اتصلت بيه، قال أنا جاي دلوقتي. بعد ساعة الجرس رن، فتحت الباب لقيته شاب في ال30، طويل رياضي عنده عيون عسلي، لابس قميص أزرق وبنطلون جينز، شايل شنطة العدة. قال السلام عليكم، أنا أحمد الكهربائي. دخلته الشقة، قلت له كل الكهرباء قطعت فجأة، مش عارفة إيه المشكلة. راح شاف اللوحة الكهربائية، قال اللوحة دي قديمة والأسلاك كمان قديمة، محتاجة تتغير، بس دي شغلانة كبيرة ممكن تاخد يومين 3. قلت له مش مشكلة، المهم تصلحها. بدأ يشتغل، أنا قعدت أشوفه، كان بيشتغل بتركيز، إيديه كانت قوية وماهرة، كان بيفك الأسلاك القديمة ويركب أسلاك جديدة، وكل شوية كان بيبصلي ويبتسم ابتسامة بريئة بس فيها حاجة تانية، حاجة خلتني أحس بحاجة ما حسيتهاش من زمان. بعد ساعتين قال خلاص أنا خلصت النهاردة، بكرة هكمل. قلت له تمام، كام الحساب؟ قال لأ نحسب في الآخر لما خلص كل حاجة. قلت له طيب تحب تشرب حاجة قبل ما تمشي؟ قال لو في كوباية مية تمام. جبت له مية، قعد شوية، قلت له أنت كهربائي من زمان؟ قال أيوة من 10 سنين، أنا اتعلمت المهنة من عمي، بعدين فتحت ورشة صغيرة، دلوقتي بشتغل لوحدي، بس الحمد لله الشغل كويس. قلت له أنت شاطر، شغلك نظيف. قال ربنا يخليكي، أنت كمان شغلك إيه لو سمحتي؟ قلت له أنا مهندسة معمارية، عندي شركة استشارات. استغرب، قال ما شاء الله، يعني أنت مهندسة وعايشة في الشقة الفخمة دي لوحدك؟ قلت له أيوة أنا مطلقة وعايشة لوحدي. بص لي وفي عينيه لمحة حاجة مش عارفة إيه بالظبط، تعاطف، إعجاب ولا حاجة تانية. قال ربنا يعوضك، أنت ست محترمة وناجحة، إن شاء الله تلاقي اللي يستاهلك. قلت له شكراً، أنت كمان راجل محترم وشاطر في شغلك. بص لي وبصيت له، وفي اللحظة دي حسيت إن في كهرباء بينا، كهرباء حقيقية مش مجرد الأسلاك اللي بيصلحها. قام رجع للشغل، بس الجو اتغير، بقى في توتر حلو بينا، كل ما يمر جنبي كنت بحس بجسمي بيتكهرب، كل ما يبص لي كنت بحس بقلبي بيدق بسرعة، ودماغي كانت بتقولي دي حاجة غلط، هو كهربائي وإنتي مهندسة، الفرق كبير.
بس قلبي كان بيقول مش مهم، هو راجل كويس وإنتي محتاجاه. خلص الشغل في اليوم التاني، قال خلاص كل الكهرباء تمام دلوقتي، جربت كل الأنوار، كل الأباريز، كل حاجة شغالة زي الفل. قلت له ممتاز، كام الحساب؟ قال 2000 جنيه، المواد والشغل. اديته 3000، قال دي كتير. قلت له خدها، انت تعبت وشغلك ممتاز. مسك الفلوس بس ممشيش، قعد واقف قدامي. قلت له في حاجة؟ قال أنا عايز أقول حاجة بس مش عارف أقولها إزاي. قلت له قول، ما تخافش. قال أنا من أول ما شفتك حسيت بحاجة مش عارف أوصفها. أنت ست مختلفة، مش زي أي حد. أنت قوية وناجحة وجميلة، وأنا عارف إني مش على مستواكي. أنا كهربائي بسيط، بس أنا بحس بيكي. قلبي وقف. قلت له أحمد، أنا كمان حاسة بحاجة، بس أنا خايفة. أنتوا أصغر مني، وأنا مش عارفة إذا كان ده صح ولا غلط. قال مش مهم مين أكبر ومين أصغر، اللي مهم هو إحنا بنحس بإيه. وأنا بحس إني عايز أكون جنبك. قرب مني ووقفت قدامه، بصينا لبعض، وفي لحظة هو مسك إيدي وأنا ما سحبتهاش. قرب أكتر وأنا قربت، وفي اللحظة دي بسني وأنا بسته. كانت بوسة فيها كل الوحدة اللي عشتها، كل الحرمان اللي حسيت بيه، كل الاحتياج اللي كنت مكبوتة جوايا. بعد كده إحنا مشينا لأوضة النوم ونمنا مع بعض. مش فاكرة تفاصيل كتير، بس فاكرة إني حسيت بحاجة ما حسيتهاش من سنين. حسيت إني ست، حسيت إن في راجل عايزني، مش عايز فلوسي ولا نجاحي، عايزني أنا. بعد ما خلصنا قعدنا جنب بعض، هو كان ساكت وأنا كمان. بعد شوية قال أنا مش نادم، أنا بحبك. قلت له أنا كمان، بس أنا خايفة. إحنا عالمين مختلفين، أنت كهربائي وأنا مهندسة، الناس لو عرفت هتتكلم. قال يعني مش هنكمل؟ قلت له مش عارفة، محتاجة أفكر. قام لبس هدومه. قبل ما يمشي قال أنا مش هستناكي تفكري كتير، أنا عايزك، ولو أنتي عايزاني هتلاقيني. وراح. وأنا قعدت لوحدي في الشقة. جسمي كان لسه حاسس بيه، ودماغي كانت متلخبطة. قلبي كان بيقول كملي معاه، دماغي كانت بتقول دي حاجة غلط، أنتي مهندسة ناجحة وهو كهربائي بسيط، الناس هتتكلم، شركتك هتتأثر، سمعتك هتضيع. بس في نفس الوقت كنت حاسة بحاجة جوايا، حاجة كانت ميتة ورجعت للحياة. كنت حاسة إني عايشة تاني، مش مجرد ماكينة بتشتغل وبتاخد فلوس. أنا ست عندها مشاعر، عندها احتياجات، عندها رغبات. تاني يوم أحمد اتصل بيا، قال إزيك؟ قلت له أنا كويسة. قال أنا مش كويس، أنا مش قادر أنساكي، عايز أشوفك. قلت له أنا كمان عايزة أشوفك، بس أنا خايفة. قال ما تخافيش، إحنا هنبقى حريصين، محدش هيعرف. وفقت، وده كان أول غلطة، لأن الحب السري مهما كان حريص بينكشف في الآخر. أحمد بقى يجيلي كل يومين 3. كان بيقول إنه جاي يتأكد من الكهرباء، بس الحقيقة كان جاي عشاني. كنا بنقعد ساعات نتكلم نضحك، وكل مرة كانت العلاقة بتعمق أكتر. أحمد كان راجل بسيط بس كان طيب، كان بيسمعني، كان بيفهمني، كان بيحسسني إني ست مهمة مش مجرد مهندسة. كان بيقولي أنتي أجمل حاجة في حياتي، وأنا لأول مرة من سنين كنت حاسة إني فعلا جميلة، بس في نفس الوقت كنت حاسة بالذنب. كنت بقول لنفسي أنتي بتعملي إيه؟ أنتي ست محترمة، عندك سمعة، عندك شركة، والناس بتحترمك، وأنتي دلوقتي بتنامي مع كهربائي، لو حد عرف هتبقي فضيحة. كنت بحاول أبعد عنه بس ما كنتش قادرة. كل ما أقول خلاص مش هشوفه تاني يتصل بيا ويقول أنا مشتاق ليكي، وأنا ما كنتش قادرة أقاومه. كنت بروح له، وكل مرة كنت بقول دي آخر مرة، بس ما كانتش. مرة صاحبتي المهندسة سألتني انتي إيه اللي حصلك؟ انتي متغيرة، وجهك منور وبتضحكي كتير، في حاجة؟ قلت لها لأ عادي، أنا بس مبسوطة بالمشاريع الجديدة. بصت لي وقالت أنا حاسة إن في راجل، مش كده؟ قلت لها لأ، إيه الكلام ده؟ هو أنا فاضية للرجالة؟
بس صاحبتي كانت ذكية، كانت حاسة إن في حاجة. بعد شوية قالت لي لو في حد خلي بالك، انتي ست ناجحة، سمعتك مهمة، ما تعمليش حاجة تندمي عليها. قلت لها ما تقلقيش، أنا عارفة أنا بعمل إيه. بس الحقيقة أنا ما كنتش عارفة، كنت تايهة، كنت بين قلبي اللي بيقول كملي ودماغي اللي بتقول بعيدي، وكنت مش عارفة اختار. العلاقة استمرت 6 شهور، 6 شهور من السعادة المخلوطة بالخوف. كل يوم كنت بصحى خايفة إن حد يعرف، خايفة إن الفضيحة تحصل. بس في نفس الوقت كنت سعيدة إني عايشة، سعيدة إن في حد بيحبني. أحمد كان عايز يعلن علاقتنا، كان بيقول أنا مش عايز أخبي حبنا، أنا عايز أتجوزك. قلت له أحمد أنت عارف إن ده مستحيل، إحنا من عالمين مختلفين، الناس مش هتقبل. قال يعني حبنا غلط؟ قلت له مش غلط بس صعب. مرة إحنا كنا قاعدين في الشقة، فجأة الجرس رن، قلت له استخبى في الأوضة. فتحت الباب لقيت صاحبتي المهندسة واقفة، قالت أنا كنت في المنطقة قلت أزورك. دخلت قعدت، وإحنا بنتكلم سمعنا صوت من الأوضة. صاحبتي قالت في حد معاكي؟ قلت لها لأ، ده صوت التلفزيون. بس صاحبتي ما صدقتش، بصت لي بنظرة وقالت أنا فاهمة، في راجل معاكي مش كده؟ سكت، ما قدرتش أجزد. قالت مين؟ قلت لها مش مهم. قالت لأ مهم، أنت صاحبتي وأنا قلقانة عليكي. في اللحظة دي أحمد خرج من الأوضة، صاحبتي بصت له واستغربت، قالت أنت مين؟ قال أنا أحمد الكهربائي. صاحبتي بصت لي وفي عينيها صدمة، قالت الكهربائي؟ انتي بتعملي ايه يا بنتي؟ حاولت افسر، قلت لها انا واحمد بنحب بعض. قالت حب؟ انتي مهندسة معمارية ناجحة وهو كهربائي، انتي بتدمري نفسك، لو الناس عرفت شركتك هتخلص، سمعتك هتضيع، انتي بتفكري بايه؟ قلت لها انا بفكر بقلبي، انا كنت ميتة وهو رجعني للحياة. صاحبتي هزت راسها وقالت انتي غلطانة وانا مش هسكت، ومشيت. وانا عرفت من اللحظة دي إن الفضيحة هتحصل. أحمد قال لي خلاص أنا مش هستخبى تاني، أنا هعلن حبنا، وأي حد مش عاجبه يروح في 60 داهية. قلت له أحمد أنت مش فاهم، ده مش سهل. قال أنا فاهم، بس أنا مش هسيبك، أنا هفضل جنبك. بس الواقع كان أصعب من الكلام. بعد أسبوع الكلام انتشر، صاحبتي المهندسة قالت لناس تانيين، والناس قالوا لناس تانيين، وفي أسبوعين كل الناس في الشغل كانت عارفة المهندسة الناجحة بتعاشر كهربائي. العملاء بدأوا يقلوا، ناس كتير كانت بتتعامل معايا وقفت التعامل. مرة عميل كبير قال لي أنا سمعت حاجات عنك وأنا مش عايزة أشتغل مع حد سمعته مش كويسة. قلت له بس أنا شغلي كويس. قال أنا مش بتكلم عن الشغل، أنا بتكلم عن السمعة. الشركة بدأت تخسر وأنا بدأت أحس بالضغط. أحمد حاول يساعدني، قال أنا هسيبك عشان سمعتك ترجع. قلت له لأ، أنا مش عايزاك تسيبني. هو قال بس أنا بحبك ومش عايزة أدمرك. قلت له أنت مش بتدمرني، الناس هي اللي بتدمرني. بس الحقيقة الضرر كان حصل، الشركة خسرت نص عملائها وأنا خسرت احترام ناس كتير. مرة كنت في مؤتمر مهندسين، واحد من الزملاء بصلي وقال بصوت عالي دي المهندسة اللي بتحب الكهربائيين. الناس ضحكوا وأنا حسيت بالإهانة. قمت مشيت من المؤتمر، رجعت البيت عيطت. أحمد كان عندي حضني، قال أنا آسف، أنا اللي جبت لك المشاكل دي. قلت له لأ، أنا ما جبتليش حاجة، أنا اللي اخترت الحب على السمعة، واخترت السعادة على احترام الناس. قال بس أنتي مش سعيدة دلوقتي. قلت له أنا سعيدة لما أكون معاك، بس مش سعيدة لما أشوف شركتي بتنهار، مش سعيدة لما الناس تستهزئ بيا، مش سعيدة لما أحس إني بقيت مش محترمة. في النهاية أحمد قال أنا لازم أمشي عشانك، عشان ترجعي لحياتك. قلت له لو مشيت حياتي مش هترجع زي ما كانت، الضرر حصل، بس على الأقل لو مشيت مش هيبقى فيه ضرر أكتر. قال يعني أنتي عايزاني أمشي؟ قلت له أنا مش عارفة أنا عايزة إيه. أحمد قعد أسبوع تاني وبعدين قرر، قال أنا هسافر، عندي فرصة شغل في مدينة تانية، هسافر وأبدأ من جديد. قلت له وأنا؟ قال أنتي هتفضلي هنا وهترجعي لحياتك وهتنسيني. قلت له أنا مش هنساك. قال لازم عشان مصلحتك، ومشي. وأنا قعدت لوحدي تاني، بس المرة دي مش زي الأول. المرة دي أنا مش بس وحيدة، أنا كمان مكسورة، خسرت شغلي،
خسرت سمعتي وخسرت الراجل اللي حبيته. دلوقتي أنا بحاول أرجع لحياتي، بحاول أرجع بناء الشركة، بحاول أرجع احترام الناس، بس صعب. الناس ما بتنساش. كل ما أروح أي مكان الناس بتبصلي وبتهمس. المهندسة اللي حبت الكهربائي، وأنا كل يوم بسأل نفسي كنت غلطانة؟ كان لازم أختار السمعة على الحب؟ كان لازم أفضل في عالمي وما أدخلش عالم أحمد؟ ولا كنت صح؟ كنت صح لما اخترت الحب حتى لو كان التمن غالي. أنا مش عارفة الإجابة، بس أنا عارفة حاجة واحدة: ال6 شهور اللي قضيتهم مع أحمد كانوا أحلى 6 شهور في حياتي. حسيت فيهم إني عايشة، حسيت فيهم إني ست، حسيت فيهم إن في حد بيحبني، مش عشان فلوسي أو نجاحي، بس عشاني أنا. وده كان يستاهل. ولو رجع الزمن ممكن أعمل نفس الحاجة، لأن الحب مهما كان التمن يستاهل. بس كمان أنا مش هكدب، التمن كان غالي، خسرت كتير، والجرح لسه مش براء. كل يوم بصحى وبفتكر أحمد وبحس بألم، ألم الفراق، ألم الخسارة، ألم الندم. هل أنا نادمة؟ مش عارفة. في أوقات بقول أيوة كنت غلطانة، كان لازم أفكر بعقلي مش بقلبي. في أوقات تانية بقول لأ، ما كنتش غلطانة، كنت صح، لأني عشت ولو ل6 شهور بس. دلوقتي أنا بحاول أكمل، بحاول أبني حياتي من جديد، بحاول أنسى، بس صعب. لأن أحمد ما كانش مجرد كهربائي، كان الراجل اللي نور حياتي. وحتى لو الكهرباء دلوقتي مقطوعة، الذكرى لسه منورة. وأنا بسأل نفسي لو أحمد رجع هقبله؟ لو قال أنا رجعت عشانك هكمل معاه، ولا هقوله لأ الوجع كان كفاية؟ مش عارفة، بس أنا عارفة إني لو شفته تاني قلبي هيدق وهحس بنفس الكهرباء اللي حسيت بيها أول مرة. وده اللي بيخوفني، لأن لو الكهرباء رجعت ممكن تحرق كل حاجة تاني، وأنا مش عارفة إذا كنت مستعدة للحريق ده ولا لأ. بس حاجة واحدة أنا متأكدة منها: الحب الحقيقي مهما كان شكله ومهما كان التمن يستاهل، لأنه بيخليك تعيش، بيخليك تحس، بيخليك إنسان. وأنا ال6 شهور دول كنت إنسانة، مش مجرد مهندسة، مش مجرد امرأة ناجحة، كنت ست بتحب وبتتحب، وده كان أغلى حاجة. دلوقتي أنا بسألكم، أنا كنت غلطانة؟ كان لازم أختار السمعة على الحب؟ ولا كنت صح؟ كنت صح لما اخترت قلبي حتى لو كان التمن غالي. قولولي، لأني محتاجة أعرف إذا كان في حد فهمني، ولا أنا فعلاً كنت غلطانة ودمرت حياتي بإيدي. أنا مش بدافع عن نفسي، أنا بس بحكي لكم قصتي، قصة مهندسة معمارية ناجحة وحيدة، لقت الحب في مكان مش متوقع مع كهربائي بسيط، وحبته ودفعت التمن. دلوقتي الحكم ليكم، أنا في انتظار حكمكم. هل كنت على حق أم على خطأ؟